الاي اي بيفكر ازاي؟ هل الاي اي بيفكر زي البني ادمين؟ هنشوف دلوقتي. الفكره كلها ان الاي اي مش عنده عقل زي البني ادم، ولكن هو معمول بطريقه بتحاكي عقل البني ادم، يعني حاجه شبهها مش هي. وطبعا لما تكون حاجه شبهها فهي حاجه ضعيفه جدا جدا جدا. لحد النهارده ما وصلناش ولا ل1% حتى من امكانيات العقل، ولا حتى ل1%. حتى الرقم ده يعني جزافا كده. تخيل معايا ان انت كل الكلام اللي انت بتكلمه له بيحاول يطلع لك ردود منطقيه ويحسه كده ان هو فاهمك، هو بس بيحاول ان هو يربط الكلام ببعضه بطريقه معينه هنتكلم عنها دلوقتي، ويحاول يفهم فعلا الكونتكست بتاع الكلام او السياق بتاع الكلام، ويطلع لك رد مرتبط ببعضه ومظبوط. هي دي بس الفكره، هو ده اللي هو بيحاول ان هو يعمله، طبعا بناء على الطريقه اللي اتكلمنا عليها قبل كده اللي هي تخمين الحرف اللي بعد او التوكن اللي بعد. هنتكلم عن الموضوع ده اكتر. الفكره كلها ان هو بياخد منك الكلام وبيحوله لارقام اللي هي توكنز. بعد ما بيحوله لتوكنز بيبدا ان هو بناء على التوكنز دي، هي بتبقى ارقام، بيحطها في مصفوفه، والمصفوفه دي اسمها ترانسفورم او الترانسفورمر. هو بيبدا بقى ايه؟ يربط الكلام ببعضه بطرق احصائيه بحته بشكل معين علشان يوصل للكلمه اللي بعد، او خلينا نقول التوكن اللي بعد التوكن اللي بعده. بمعنى انت بتقول مثلا الجو النهارده حر، او ممكن اي كلام تاني. هو بقى بيربط المنطق بشكل كبير جدا، كل مره ينتقل من ترانسفورم لترانسفورم، يحاول يحسن الاجابه اكتر، يحاول يحسن الاجابه اكتر، يحاول يحسن الاجابه اكتر، لحد ما يوصل لاجابه متسقه ومنطقها جميل. بناء على ايه؟ على السياق اللي انت كتبته او الكلام اللي انت كتبته، ايا كان الكلام اللي انت قلته. هو بيبدا يفهم فعلا الكلام ده، وبناء على الترانسفورمر العلاقات ما بين التوكنز وبعضها بيبدا يوصل لافضل رد منطقي بناء على اللي هو تعلمه كله، وبناء عليه بيطلع بالرد اللي انت بتشوفه ده. فهو مش بيحاكي العقل بشكل قوي، ولكن هو ده الفكره كلها، ان كل الكلام ده وكل اللعبه دي ارقام، حتى المصفوفه اللي جوه هي ارقام، وفي النهايه بيطلع برد زي اللي انت شفته ده. تخيل معايا بقى لو تطور شويه ممكن يعمل ايه.